ايه والله يا صاحبي، وهيك الموضوع. اوف اوف اوف، شو هذا؟ هي قلعة زوزو، ما بتعرفها؟ لا والله. مشي معي اورجيك اياها. مشي. على الكورنيش الجنوبي لمدينة جبلة تتربع قلعة الزوزو، وهي تحفة معمارية وهندسية بناها ابن جبلة أحمد الزوزو في منتصف القرن العشرين. هذه القلعة لا تنسب لأي شعب من شعوب تلك الحضارات، ولكنها نسبت إلى شخص واحد ما زال موجودا بيننا، وبناها بأدوات تقليدية بسيطة جدا. إنها قلعة أحمد الزوزو. أنجز مهمته في قلعته، وما زال هناك مهاما كثيرة تقابله. لقد جمع ببناء هذه القلعة عدة حضارات، منها الفينيقية والبيزنطينية والفرعونية والإسلامية. كان أحمد الزوزو يبحث عن من يريد هدم منزله القديم ليشتري منه حجارة بيته القديم، فيعيد إحياءها من خلال هذه القلعة. أما الرسومات التي على الأسقف بعضها ترمز إلى شعارات لبعض الحضارات، فمثلا زهرة اللوتس كانت مقدسة عند الفراعنة، والحضارة الإسلامية كانت تشتهر بالرسومات الدينية كالقبب والهلال. وهناك بعض الرسومات في القلعة ترمز إلى عاصفة بحرية وغابات كثيفة. لقد حاول أحمد الزوزو في كل رسمة موجودة على السقف أن يجعل لها طابعها المعماري الخاص بها. وهيك بيكون خلص فيديو اليوم. لا تنسونا باللايك والتعليق والمشاركة، ووين بتحبوا تشوفوا أماكن تانية.